صباح الخير عليكم ومساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو بتاعنا. النهاردة بقى عندنا جولة في محل ومخبوزات سورية اسمه أميسة. المحل ده موجود فين؟ موجود في اسكندرية، ليه 3 فروع. أول فرع موجود في العصافرة عبد الناصر في وش سنتر شاهين، تاني فرع موجود في سيدي بشر أول النفق، تالت فرع موجود تحت جيم همام سيدي بشر على البحر. تمام، دول 3 فروع كده. الناس بتوع اسكندرية او الناس اللي بتجيلنا زيارات من بره لاسكندرية لو حابين تاكلوا حلويات سوري كويسة روحوا عند أميسة. المحل كمان عامل زي كافيه كده، تقعدي فيه براحتك، تاخدي قهوة، تاخدي نسكافيه، تاخدي اي مشروب مع الحلويات اللي انت هتاكليها. هندخل بقى كده المحل وتفرجوا وشوفوا الاسعار، وكمان ستات البيوت اللي بتعملوا حلويات في البيت شوفوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها في البيت وشوفوا الاسعار بره عامله ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده لما دخلنا كده في وشك البار اللي محطوط عليه المشروبات اللي تطلبي منه اي حاجه عايز تشربيها. وبعد كده البدايه بدات من السابليهات والبيتيفور والقرص والكوكيز والغريبه، كل دول الحاجات دي اسعارها 200 جنيه. بعد كده هنخش بقى على اللي هو القراقيش اللي بالعجوه، سعرها 160 جنيه الكيلو. في حاجة هتشوفوها بقى هنا كده في المحل مكتوب عليها الأسعار، بس هي الحاجات اللي في الأول دي عشان هي كانت الحاجة كلها ب200 جنيه، فهو قال لي احنا حاطين بس ورقة واحدة. الكيكة اللي عدت دي، الكيكة دي كيكة جوز هند اللي بتتسقى شربات. أنا كنت عاملاها قبل كده في القناة والله نسيت اسمها. زي ما انتوا شفتوا كده سعرها بقى. وكده بقى البسبوسة والهريسة. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وكملي الفيديو هيعجبك قوي. الحجازية دي جلاش ومحشي سميد وقرفة، مسمينها حجازية تركي. في حاجات كده انا كنت بسأله عليها ايه هي دي، زي عندنا زيها برضو بالمصري بالظبط. دي مثلثات الكنافة المحشية مسمينها هم فاصليات، فسليات، مسمينها فسليات. ودي وربات تركي بالفستق، سعر القطعة واحدة بس 55 جنيه، اللي هو الجلاش المحشي اللي احنا بنعملوه. طبعا هما اللي معلي الأسعار كده عندهم المكسرات اللي هما بيحطوها والخامات اللي بيستخدموها خامات نضيفة. بصراحة المحل الحاجة فيه طعمها حلو، بأمانة ربنا الحاجة طعمها كويس. الخامات اللي هما مستخدمينها خامات كويسة. مشبك السوري 120 جنيه، ورموش الست ب180 جنيه كيلو. كملوا بقى الفيديو وشوفوا بقى ايه كده الاسعار، وقارني بقى يا ست البيت اللي بتعملي حاجات حلوة في بيتك لولادك بالاسعار اللي بره. وعلى فكرة احنا برضو في البيت بنخدم برضو الحاجة بتاعتنا وبنحط فيها حاجات، بس بصراحة ما بتبقاش بالكمية اللي هم حاطينها دي، عشان كده هم مغليين، عشان كده السعر عندهم عالي. الركن ده بقى كان ركن المخبوزات، الباتون ساليه والتوست والبقسماط
والعيش الفينو والدوناتس والحاجات دي. هتشوفوا بقى معايا وشوفوا بقى الأسعار بتاعتهم. حلو جدا. اللي ما يعرفش أميسة يجيب من عنده العيش الفينو ويجيب من عنده المخبوزات لو انتوا بتحبوا تشتروا الحاجات دي في العشاء، خصوصا بقى ايام الشتاء للناس اللي ما بتعرفش تعمل. ولو حابة تخرجي مع صاحبتك، حابة تفطري بره، حابة لو انت خارجة مثلا تروحي تاكلي حاجة حلوة، هما برضو عاملين قاعدة وعاملين مكان وتاخدي مشروب. الفكرة دي سعرها 35 جنيه، محطوط عليها جوز هند ومحطوط عليها سكر بودر.
الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى الفيديو يعجبكم. وعندهم كمان دبس التمر، اللي حابب ان هو يروح المكان ده زي ما قلت لكم ليه 3 فروع. فرع في عصافرة عبد الناصر، فرع اول النفق سيدي بشر، فرع على البحر فوق جيم همام اللي هو عند جامع سيدي بشر. طبعا صورت واخدت بقى كده حاجات حلوة، وكمان ابني اخد اللي هي المناقيش والبيتزات والحاجات دي من عندهم، واخدت مشروب نسكافيه وقلت بقى ادوق. الصراحة الحاجة طعمها حلو ومخدومة ونضيفة، وابني كان بياكل الطرد. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. وده الفرع اللي احنا كنا فيه، اللي حابب بقى لما يجي اسكندرية جاي لنا زيارة ان هو ياكل عند أميسة. والناس اللي هي من اسكندرية لو حابة تاخدي حاجة كده الصبح لو انت بتتمشي، عشان بتوع اسكندرية بيحبوا يتمشوا الصبح على البحر، لو حابين تاخدوا حاجة من عند أميسة المحلات انا قلت لكم فروعها فين، وهكتب لكم كمان الفروع بتاعتها في صندوق الوصف. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.